السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمود عادل من قناة محبي السيارات. حلقتنا النهاردة هتتكلم عن مقارنة بين أهم عربيتين في السوق المصري عندنا. أهم عربيات من حيث توفر قطع الغيار، من حيث إعادة البيع، عربيات ناجحة جدا في إعادة البيع، عربيات اعتمادية، عربيات عملية. هنتكلم النهاردة عن الهيونداي الماتريكس، وهنتكلم عن كيا سيراتو، هنتكلم عن مواصفات العربيتين، مميزات وعيوب كل عربية. بس قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا، لو انت لسه ما اشتركتش في قناتنا يا ريت تشرفنا باشتراكك الجميل معانا في القناة، ومش هنطول عليكم، يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا على طول. بداية ظهور الهيونداي الماتريكس من سنة 2002 لحد سنة 2005 بدأت بالشكل اللي قدام حضراتكم دوت. الشكل ده نزل بمحرك 1500 سي سي بقوة 102 حصان، وابتدى الشكل يتغير من 2006 لحد 2009 للشكل اللي قدام حضراتكم دوت. الشكل ده نزل بمحرك 1600 سي سي بقوة 124 حصان. الشكل ده يعتبر كمل لحد 2011 بنفس المحرك، بس اختلف طبعا في الشكل. من 2009 لحد 2011 الشكل اتغير. اختلافات زي العواكس اللي في اسفل الاكسدام الخلفي، وطبعا الفوانيس الاماميه اختلفت ككل وشكل الاكسدام، انما من الداخل يعتبر نفس التصميم. العربيه بتيجي بتصميم بسيط جدا وانسيابي من الخارج، تصميم بسيط مفيهوش سوى. في منها النسخه المانيوال بفتيس 5 سرعات، والنسخه الاوتوماتيك بفتيس 4 سرعات. الخامات عندنا من الداخل خامات كلها بلاستيك، عدد تطعيمات القماش اللي في الابواب، الخامات كويسه مش وحشه. لاحظ في العربيه الماتريكس تصميم العدادات جاي في نص التابلو، فطبعا دي نقطة بتميزها. لو انت ركبت العربية او انت شفت فيديو العربية من الداخل، سهل تتعرف ان دي عربية ماتريكس بسهولة، لان الشكل ده موجود في الماتريكس وفي التويوتا اليارس. الشكل ده بيميز العربية الماتريكس. طبعا الاوبشن بتختلف من النسخة الاوروبية للنسخة المصرية، زي وسائل الامان، طبعا الايرباجات والاي بي اس والاي بي دي. طبعا الكلام ده مش موجود في النسخة المصرية، هتلاقيه طبعا في النسخة الاوروبية. الماتريكس بتمتاز طبعا وسع الصالون بتاعها، صالون كبير، القعده بتاعتها عاليه، الصالون عائلي ممتاز، مساحات التخزين او مساحات الشنطه ممتازه جدا في العربيه ديت. في اصدارات من الماتريكس نزل لون التابلو بتاعها رصاصي، اللون ده بيبقى كويس جدا غير اللون الاسود. اللون ده ما بيبانش فيه الاتربه، ما بيبانش فيه الاتساخات زي اللون البيج او الالوان الفاتحه، ما بيبانش فيه التراب زي طبعا التابلو الاسود. لو جينا اتكلمنا عن مميزات الماتريكس، طبعا اول ميزه بتتميز بالعربيه ديت ان هي عربيه عائليه من الدرجه الاولى، طبعا نظرا لوسع الصالون بتاعها، صالون كبير، المساحات فيه واسعه ومرتاحه. طبعا توفر قطع غيارها متوفره بشكل كبير جدا، واسعارها مناسبه. يمكن بيركبوا القطع غيار ماتريكس لعربيات تانية زي الفيرنا وزي الانترا القديمه، قطع غيارها بتركب عليها اجزاء من المحرك واجزاء من العفشه، نظرا طبعا لتوافر قطع غيار الماتريكس. يعني ممكن عربيه ما يبقاش قطع غيارها موجوده، فبيوفر عليها قطع غيار الماتريكس لانها بتنزل بمحرك. المحرك ده شفناه في عربيات كتير زي الهيونداي الجيتس، زي الهيونداي الفيرنا، زي الهيونداي الانترا 2005. محرك عملي واقتصادي وصيانته سهله. لو جينا اتكلمنا عن عيوب الماتريكس، من ابرز عيوب الماتريكس طبعا هي قله الخصوصيه بتاعتها، لان الشبابيك بتاعتها كبيره، فطبعا لو انت راكب بتبقى مكشوف او حد جنبك في الصالون بتبقى مكشوف للخارج، غير العربيات السيدان العاديه بيبقى طبعا مساحه الرؤيه فيها اقل شويه. العربيه تعتبر استهلاكها في البنزين كبير شويه، خاصه المحركات ال 1600 منها استهلاكها في البنزين زياده شويه، طبعا لان هي على 2 كامه. نقطه يا جماعه برضو في العربيه دي انا شايفها مش حلوه فيها، اللي هي تصميم التابلو بتاع العدادات. التصميم الوسطي بتاعها دوت، انا شايف ان ده يعني بيشتت رؤيه العين. انا شايف لو كان افضل، لو كان فوق الدركسيون في مكانه الطبيعي كان هيبقى افضل عشان ما يشتتش مدى النظر بتاعك. مجمل الماتريكس العربيه بصراحه عربيه عائليه من الدرجه الاولى، عربيه اعتماديه، اعطالها قليله، قطع غيارها متوفره، مطلوبه في اعاده البيع والشراء. انا بيتهيألي انت مش هتعوز حاجه اكتر من كده في عربيه انك هتركبها تعرف تطلع منها. انا شايف ان هي عربيه فعلا قيمه مقابل سعر. نيجي نتكلم عن الكيا السيراتو موديل 2010 بالتحديد. طبعا كلنا عارفين ان في تحالف بين الشركتين، بين شركه كيا وشركه هيونداي. طبعا التحالف ده بنلاقيه طبعا بيبان اكتر في المواتير، زي موتور الانترا الام دي مثلا والكيا السيراتو، زي العربيه التوسان، العربيه السبورتاج، نفس تقريبا المواتير. ففي عندنا تشابه كبير جدا بين كيا والهيونداي، خاصه في المواتير بتاعتها. هنلاقي برضو قطع الغيار هنا طبعا هي بتركب هنا، لان المواتير تعتبر واحد في العربيتين. بدايه ظهور السيراتو بدات في 2003 لحد 2009، ده الشكل القديم بتاعها. ومن 2009 لحد 2013 ظهرت بالشكل اللي قدام حضراتكم دوت. من 2014 لحد 2016 ابتدى الشكل يتغير. مراحل تطور الكيا عامه بشكل سريع جدا، طبعا نظرا للتحالف اللي بينها وبين شركه هيونداي، فده بيخليها تحدث من موديلاتها بشكل كلي.
سواء الهيونداي او الكيا في خلال فترات قريبه بتغير شكل تصميمها بالكامل سواء من الخارج او من الداخل. العربيه بتنزل بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوه 124 حصان، تنزل بالمحرك الجي 4 يعتبر هو محرك الانترا، الكيا سول، الكيا الكارنز، الانترا الجمل، الانترا الام دي، تعتبر كلها محركات واحده، اختلافات ميكانيكيه بسيطه بس، لكن الاجمالي هو نفس المحرك. العربيه بتيجي بتصميم مميز جدا، تصميم انسيابي بيميل للناحيه الرياضيه اكتر. العربيه دي فيها شبه كبير جدا من الهوندا السيفيك موديل 2009، نفس سحبه الفوانيس ونفس الشبكه ونفس سحبه الكبوت كده من قدام، تصميم بسيط ومنتهى الجمال. لو جينا بصينا على تصميم العربيه من الداخل برضو تصميم رياضي جذاب. الخامات عندنا في العربيه دي طبعا كلها بلاستيك، بس بلاستيك خامته معقوله مش وحشه. مساحه الصالون برضو تعتبر واسعه مش ضيقه، بس طبعا مقارنه بالنسبه للماتريكس تعتبر اقل منها حاجات بسيطه، خاصه من الكنبه الخلفيه. طبعا الاوبشن عندنا بتختلف اذا كانت فتحه سقف او تصاد بلاستيك او جيموت سبور او ترامالتي، طبعا على حسب الفئه بتاعه العربيه. لو جينا اتكلمنا عن مميزات الكيا سيراتو هنلاقيها متشابهه كتير جدا مع الهيونداي الماتريكس، في طبعا توافر قطع غيارها، في اعاده البيع، العربيتين ماسكين سعر في السوق، طبعا توافر قطع غيارها واسعارها كويسه مش غاليه، عربيات عمليه عطلها قليله. لو جينا اتكلمنا عن عيوب السيراتو، طبعا هي عيوبها ما تعتبرش كتير ولا حاجه، يمكن العربيه بس واطيه شويه، فدي لو انت مركب حد تحك معاك في المطبات تضطر ان انت تاخد المطب بالعرض شويه. الصاج ضعيف شويه برضو، استهلاكها في البنزين طبعا اللي هي المحرك 1600 جوه البلد استهلاكه اعلى شويه. في مشكله برضو بسيطه في العربيه ديت ان هي ما فيهاش مؤشر حراره، فدي طبعا حاجه مش كويسه جدا في العربيه لا قدر الله لو الحراره بتاعتها ارتفعت بتقيد لك لمبه كده في التابلو خلاص. برضو في مشكله برضو لازم تخلي بالك منها لو انت هتجيب العربيه ديت، العربيه دي بتعوز تتامن ضد السرقه، لان العربيات دي سهله جدا ان هي تتسرق، هي والعربيات الهيونداي الام دي، العربيتين دول للاسف بيتسرقوا بسهوله جدا، فبتضطر ان انت طبعا تامنها بالوسائل المتعدده عندنا لمنع السرقه، تركب لها منع سرقه، تركب لها شفره، المهم ان انت تحمي العربيه جدا من السرقه. مجمل العربيه انا شايف العربيه دي تمشي شبابي اكتر من عائلي، العربيه الماتريكس في حته العائليه افضل شويه من السيراتو، السيراتو برضه عربيه عائليه بس هي شايفها رياضيه او شبابيه شويه عن الماتريكس. العربيه الماتريكس عامله دمج بين الاس يو في والهاتشباك، في الاخر يا جماعه الاثنين عربيات عمليه جدا، قطع غيارهم متوفره، عربيات ماسكه سعر في السوق، عربيات اعطالها قليله. يمكن العربيه الماتريكس كصيانه افضل شويه من السيراتو، لو الفني عايز يغير سيور او حاجه لازم يفك قطع كتير من المحرك، غير الماتريكس بيفك حاجات بسيطه جدا. انا عن نفسي اختياري بيميل اكتر للعربيه السيراتو، العربيه شكلها رياضي، العربيه السيراتو شكلها جذاب اكتر بصراحه عن الماتريكس، عربيه فيها خصوصيه اكتر، بس ما يمنعش ان الماتريكس برضو تعتبر نفس المستوى عربيه عمليه، الاثنين يعتبروا برضو نفس الخامات، غير كده الاثنين يعتبروا متشابهين في كل حاجه. وبكده يا جماعه نكون وصلنا معاكم لحد اخر حلقتنا، اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو حد عنده عربيه حابب ان احنا نتكلم عنها او نقيمها يكتب لنا في الكومنت. اشوفكم على خير في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.